انتقاء السايس الموضوع ده صعب جدا ومش بالموضوع السهل خالص. كنت حابب اتكلم معاكم النهارده في موضوع انا بشوفه لا يقل اهميه عن التربيه نفسها، وعن الاكل وعن الشرب وعن انتقاء الحصان الكويس ليك. فكنت حابب بس الناس تاخد بالها من النقطه دي، لان هي نقطه كريتيكال جدا وممكن تبوظ لك كل الحاجات اللي انت بتعملها تجاه حصانك، تجاه فراستك، تجاه المشروع اللي انت عامله في الانتاج، وهي السايس. انتقاء السايس الموضوع ده صعب جدا ومش بالموضوع السهل خالص، ولازم الناس تركز فيه. لان بمنتهى البساطة لما بتجيب سايس لازم يكون سايس بيراعي ربنا في شغله، لازم تكون انت عارف هو واجباته ايه، لازم تفهمه كويس هو واجباته ايه، لازم تكون مركز معاه ومتابع معاه كل حاجة. لان بمنتهى البساطة لو جينا قسمنا السيركل بتاعت التربية، هو فيما لا يقل عن 70% سايس، وبقية 30% حاجات تانية، أكل وشرب واختيار. هتيجي تقولي 70%، أقول لك 70% لسبب بسيط جدا. إن أنت عندك السايس ده في إيده إن هو يعتني لك بحاجتك ويخليها، طالما هي كانت جايه لك 7/10، يخليك توصل ل 8/10 و9/10 وساعات 10/10، وساعات تعدي الاكسبكتيشنز اللي انت حاططها اصلا للحصان او الفرسه بتاعتك او لبرنامج الانتاج بتاعك. وفي نفس الوقت هو لو غلط فهو ممكن يوديك انت وفلوسك النار. عظيم. وده حصلت قدامي وبتحصل مع اصدقاء كتير لينا. فخلي بالك من السايس اللي انت بتجيبه، فهمه كويس انت بتعمل ايه. دايما لو انت عندك مكان، يفضل ان المكان كله 24 hours يكون تحت الكاميرات. اوكي. لازم السايس ما يكونش، انا بتكلم اخلاقيا مش متزن. ما يكونش ولد صغير قوي. طبعا احنا عندنا اولاد صغيره بتكون قويه جدا ويعني احسن من الكبيره، ولكن انا بكلمك بشكل عام. ما تدخلش ولاد صغيره لسه بتتعلم، بالذات في الخيل الغاليه او اي خيل. احنا بنتكلم على روح قاعده معاك. فتخلي بالك جدا من الاكل والشرب والنظافه، وان هو بيعمل ايه كل يوم، ولازم البرنامج يبقى بالساعات، ولازم هو يكون منتظم في الساعات، سواء في الاكل، في التنظيف، في التمار. ما تجيبش واحد كسلان، ما تجيبش واحد يجي يقول لك ايوه يا باشا وهعمل وهسوي وبتاع، ويعمل لك البحر طحينه، وانس ان انت بس لفيت ظهرك ومشيت وخرجت. الباشا قام مولع سيجارته، قاعد على جنب فاتح تليفونه، ولا قاعد قدام التلفزيون، ولا داخل ينام جوه. فطبعا النوعيه دي من انواع الناس اللي بتشتغل، انصحك تتخلص منها، لان هم ممكن يخسروك كتير قوي. في بعض برضو انا عايز احكي حاجة حصلت. في بعض من الاحيان حصان جات له حمرة لا قدر الله، لو ما تلحقش في خلال اليوم الاول او في خلال الكام ساعة الاولانيين، فهو انت كده يعني الحصان راح. فاللي حابب اقوله تاني، خلي بالك من السايس، لان السايس هو اللي هيلحق، هو اللي هيكلمك، هو اللي هيتصرف لوحده. خيل بتتخانق ما تجيبش حصان بيتخانق، يعني ما تجيبش سايس بيخاف من الخيل وهي بتتخانق، بيعرف يفض ما بينهم، عنده خبرة يعني، او اتليست قلبه قوي. فانت لما تعلمه او لما الكبير بتاعه يعلمه، فهتلاقي الدنيا عدت معاك والدنيا جميلة. ما تجيبش سايس عنده behavior، يعني بيتنرفز، بيزق في الكلام، مش نظيف. يعني مش في مجمل الكلام نقدر نقول سايس ما بيخافش على منظره ولا بيخاف على شغله. هو بس جاي يأدي مهمة. اللي شغال شغلانة حكومة، انا كده كده موجود، بنظف مرة في اليوم، اتمر مرة، يلا كفاية عليك كده، خد استحمى مرة، يلا كفاية عليك كده. ما بنطلعش لونجات، ما بنعملش حاجة، ما عنديش اي خبرة في التعامل مع الخيل، لان الخيل شخصيات. فخلي بالك، لان انت رقبتك وفلوسك ومشروعك حتى لو انت جايبه للغية بتاعتك،
هو السايس. واخص بالكلام الناس اللي عندها اوريدي مزارع، لكن والناس برضو اللي هو عنده حصان مربيه في حته. عنصر من العناصر اللي انت بتختار المزرعه عليها او المكان اللي انت بتحط الحصان بتاعك فيه او الفرسه بتاعتك فيه، بالذات لو الفرسات جايه للعشار للانتاج، هو السايس ومدى نظافه البوكسات. تيجي تخش ما تشمش ريحه، تيجي تبص في البوكسات تلاقيها نظيفه، تلاقيها الاناره كويسه، التهويه كويسه. هتلاقي انت لوحدك هتحس، هتلاقي الخيل واقفه جوه كويسه ومستريحه، مش خيل هجوميه خالص. ما تلاقيش سايس بيقعد يضرب في الخيل، لان انا بشوف الكلام ده كتير، بيقعد يضربه لوحده كده في الخيل. الحصان عامل حاجه غلط يا جماعه، ده حيوان فطبيعي يعمل حاجه غلط. مالكش اي تصرف غير ان انت تخلي نفسك سليم. يعني ده دايما بقولها للسياس، انت طالما انت سليم ومفيش اي خطر عليك من الحصان او الفرس اللي قدامك، تمام. لكن تضربها عملت حاجه غلط، عمل حاجه غلط، بيلف لك، بيجرب يعضك، بلغ. لما تبلغ صاحب المكان او صاحب الحصان هو يتصرف، لكن انت ما تتصرفش، وبناء عليه انت تصرفك من كلام صاحب الحصان او من المالك نفسه. فتخلي بالك من حاجه زي كده. واوعى اوعى اوعى حاجه ما تعجبكش في المكان اللي انت فيه، او الساس ما يعجبكش، او النظافه ما تعجبكش، او الاهتمام ما يعجبكش، او الناس شغاله بفلوس بس. يعني من الاخر، ايوه يا باشا انا هعمل لك وهسوي لك والدنيا جميله ومش عارف ايه، ومستني ايه الخمسينايه الميايه عشان يشتغل. ما تشتغلش بالطريقه دي، لأن الطريقه دي هتتعبك ومش هتخليك، حتى لو انت هاوي مش هتخليك توصل للحته اللي تتبسط فيها علشان انت هاوي. خلي بالك من الموضوع ده، و take care of your horses.